سمعنا كلام إن الأهلي بعت مندوب مع إمام عاشور السعودية عشان خاطر العمرة وعشان خاطر إن الأهلي يشاكك إن هو ممكن يروح يصور برنامج في رمضان، أو إن هو يتفاوض مع أحد الأندية السعودية. طيب، خليني أقول لك الأول إن طبعا يعني أنا سألت كابتن رئيس صلاح الدين شخصيا، اتكلمت معاه وسألته الكلام ده حقيقي، قال لي مش حقيقي. تمام. ولكن في حاجة مهمة، أو في 3 حاجات مهمة. الحاجة الأولانية، هل برامج رمضان ديّة أو برامج بشكل عام النادي ما بيكونش مرحّب بيها؟ ده بيكون مرحّب بيها جدًا، لإن النادي ليها نسبته، النادي ليه نسبته والدنيا تبقى حلوة يعني، وبيبقى جزء من تسويق اللعيب بشكل عام يعني، والأندية بتفكّر بالطريقة ديّة. فهل لو راح يصوّر وهو عنده مشكلة مع الأهلي، الأهلي هيمنعه؟ قطعًا لأ، قطعًا لأ. طيب، الحاجة التانية، هيتفاوض مع الأندية السعودية إزاي؟ وعلى فكرة أنا عندي تفصيلة مهمة في قصة إمام عاشور بس مش هاقولها النهارده، خلّوها في فيديو تاني يعني، ليها علاقة بالعروض والاشتغالات ديّة، المهم يعني، هل هيتفاوض مع نادي سعودي إزاي وهو لسه في عقده سنتين ونُص؟ بأي منطق يعني؟ طيب ولو راح تفاوض هيكون برضه بعلم الأهلي ومعرفة الأهلي، فيعني هيروح مثلًا نادي سعودي يتفاوض معاه إزاي؟ ما هو لسه عقده فيه سنتين ونُص، هي مثلًا مش عقده هيخلص آخر السنة، فخلاص هيبقى free آخر السنة فراح يتفاوض، فكلام برضه مش منطقي. طيب، هل العلاقة بين الأهلي وإمام عاشور أحسن حاجة؟ أكيد مش أحسن حاجة، أكيد مش أحسن حاجة. الأهلي متضايق منه؟ طبعًا متضايق منه، متضايق منه أوي، متضايق منه أوي، يعني ده كلام ما فيش فيه نقاش ولا جدال. هل إمام عاشور شايف نَفْسه؟ شايف نَفْسه. وهل كلام صالح جمعة حقيقي؟ كلام صالح جمعة حقيقي. يعني هل أنتم متخيلين يا جماعة إن لعيب زي صالح جمعة أو أي لعيب يعني يطلع في برنامج كبير ومتشاف، ويقول كلام عارف إن الكلام دوّة ترند حاليًا في مصر، يعني عن قصة ترند حاليًا في مصر، والأهلي ممكن يطلع يتكلم أو إمام عاشور يطلع يتكلم، وهيغامر ويقول كلام ما حصلش؟ أكيد لأ، يعني بالعقل وبالمنطق أكيد لأ، مش هيقول حاجة من دماغه. كون إن إمام عاشور بقى عارف إن القصة دي هتزود له أو الكلام ده هيزود له مشاكله مع الأهلي أو فدي حاجة تانية، لكن أكيد مش هيألف، أكيد مش هيألف. فإمام عاشور متضايق وقرفان من نفسه ومخنوق وتعبان نفسيًا وحاجات كتير يعني. يا جدع العب بس 6 شهور كده